أعزائي طلاب الصف الترم الإعدادي، ميعادنا النهارده مع حل واجب تاني درس في الوحدة الثالثة، تاني درس في الهندسة اللي هو حل واجب نظرية فيثاغورس. أتمنى تكونوا حليتوا الواجب مع بعض قبل كده وجايين دلوقتي علشان بس نراجع حلكم مع حلي. اختر الإجابة الصحيحة. أول سؤال: في الشكل المقابل ما مساحة المربع المنشأ على AC؟ أنا مش عاوز طول AC يا مستر هنا، ده هو عايز مساحة المربع يعني مربعه، فأنا عاوز أجيب AC تربيع. AC ده وتر ولا أحد ضلعي القائمة؟ لا ده وتر يا مستر، يبقى نربع ونجمع. يبقى مربع الواحد 1 ومربع التلاتة 9، 1 زائد 9 10، يبقى مربع AC بيساوي 10، يبقى طول AC بجذر 10. هو عايز مين؟ هو عايز مساحة المربع، يبقى عاوز مربع AC يعني بيساوي 10. في الشكل المقابل خلي بالك الزاوية القائمة هنا اهي، دي الزاوية القائمة. نكبر كده عشان تشوف، دي الزاوية القائمة. تمام. بيقول لي ايه في المثلث ده؟ ما قيمة اكس؟ قيمة اكس دي او اكس دي وتر ولا احد ضلعي القائمة؟ لا احد ضلعي القائمة جنب الزاوية القائمة اهي، يبقى هنربع ونطرح. مربع الاثنين 4 ناقص مربع الواحد 1، 4 ناقص 1 3، يبقى مربع الاكس ب3. مربع الاكس ب3. هو حد ياخد تاتا ويجري؟ انا عاوز طول الاكس يبقى جذر 3 اهي. السؤال اللي بعده: في الشكل المقابل ما قيمة اكس؟ فين الزاوية القائمة اهي، اكس مواجهة ليها، يبقى اكس هو الوتر مش جنبها، يبقى مش احد ضلعي القائمة، يبقى هنا هنربع ونجمع. طيب مربع ال20 400 ومربع ال21 442 441، هنا أنا هنربع ونجمع يبقى 841 وهنجيب جذرها، يبقى هتطلع هو عايز قيمة إكس دي 21، 841 جذرها بالآلة الحاسبة تطلع 29 سنتيمتر يا مستر. السؤال اللي بعد كده: أي من الأعداد الآتية يمكن أن تكون أضلاع مثلث قائم؟ الموضوع سهل والمفروض كلكم عارفينه. 4 و7 و7، مربع ال4 16 ومربع ال7 49 ومربع ال7 49، أكيد مجموع دول ما يساويش ده، يبقى دي ما تبقى مش مثلث قائم. هنا مربع ال12 144 ومربع ال5 25 مجموعهم 169 جذرها 13، هو ده ينفع يبقى مثلث قائم. 5 و7 و8، مربع ال8 64 وده 49 وده 25، 49 و25 ما يساويش 64، يبقى ده مش مثلث قائم واللي بعده مش مثلث قائم. أي من الأعداد الآتية يمكن أن تكون أضلاع مثلث حاد الزوايا؟ حلوة أوي الفكرة دي، إحنا عايزين الحاد مش القائم دلوقتي. طيب مين الحاد؟ أهو هنا أهو، 1 4 و1 4 و1 4 جذر 2، نشوفه قائم ولا حاد ولا منفرج. مربع ال4 الكبير 4 جذر 2، ده مربعه ب16 وده مربعه ب16 مجموعهم 32، ده مربعه ب16 في 2 ب32، ده مثلث، يبقى المثلث ده قائم مش حاد، يبقى ما ينفعش معانا. 6 و8 و10، مربع ال6 36 وال8 64 مجموعهم 100، هي ال100 ده قائم مش حاد. هنا 6 و6 و9، مربع ال6 36 و36 مجموعهم ب72، ده أكبر منهم ده منفرج مش حاد، يبقى هو ده الحاد من غير ما نربع الكسور. أي من الأعداد الآتية يمكن أن تكون أضلاع مثلث منفرج؟ هنا مربع ال24 ومربع ال10، نربعهم ونجمعهم ونشوف مربعهم مع ال27. طبعا ده مثلث متساوي الأضلاع، يبقى حاد الزوايا من غير ما نفكر، ده مش هينفع. هنا مربع ال20 400 ومربع ال10 100 مجموعهم، ومربع ده 300 مجموع الصغيرين 400، يبقى ده قائم، يبقى ده مش منفرج الزاوية. 2.5 مربعها 6 وربع، و1.5 مربعها 2 وربع، و2 مربعها 4، نجمع 4 6 وربع، ده قائم مش حاد، يبقى هو ده المثلث الحاد الزوايا. هو عايز المنفرج؟ احنا قلنا المنفرج، هو ده المنفرج الزوايا كلهم حادين وقائمين.
اوجد قيمة اكس في كل مما يأتي ثم اوجد مساحة المثلث. قيمة الاكس هنا في اول مثال انا مش محتاج اكس عشان اجيب مساحة المثلث، عشان اكس نص القاعدة في الارتفاع، يعني 2 في 3 ب 6 سم دي المساحة، 6 سنتيمتر مربع دي المساحة. لكن لازم اجيب اكس، هو طلب مني اكس. هنا اكس دي وتر ولا احد ضلعي القائمة؟ لا وتر يا مستر، يبقى نربع ونجمع. مربع 9 ومربع الأربعة 16 مجموعهم 25، يبقى اكس بتساوي 5 سم والمسألة خلصت. طيب السؤال اللي بعد كده هنا اهو الاي سي هي اللي باكس، ده احد ضلعي القائمة، يبقى نربع ونطرح. هنقول له الاي سي تربيع بيساوي 13 تربيع ناقص 12 تربيع. 13 تربيع ب 169 ناقص 12 تربيع ب 144 بيساوي 25، يبقى الاي سي لوحدها بيساوي 5 سنتيمتر والمسألة خلصت. أي مما يأتي يمثل أطوال أضلاع مثلث قائم. هنربع الضلعين الصغيرين لوحدهم. 9 تربيع ب 81 زائد 40 تربيع ب 1600 بيساوي 1681. 41 تربيع بالآلة الحاسبة هتطلع 1681، هو نفس الرقم ده، يبقى ده قائم الزاوية. 5 و3 جذر 2 وجذر 7. الأول هو مين الكبير؟ نربع وهنعرف بعد شوية. مربع الخمسة ب25 ومربع التلاتة جذر 2 ب9 في 2 ب18 ومربع الجذر 7 ب7. الصغيرين هم دول مجموعهم 18 زائد 7 ب25 بيساوي الكبير، يبقى ده قائم الزاوية. 60 و40 و30. مربع ال30 زائد مربع ال40 بيساوي 30 تربيع ب900 وزائد 40 تربيع ب1600 بيساوي 2500. مربع ال60 تربيع لوحدها بيساوي 3600. هنا اهو ال 2005 ال 6000 دي ال 3600 اكبر من ال 2500، يبقى المثلث ده منفرج ما ينفعش يبقى قائم. حدد نوع المثلث بالنسبة لزواياه. تمام، احنا خدنا امثلة كتير بس ناخد تاني. مربع الخمسة ب25 ومربع الخمسة ب25 دول مجموعهم ب50. مربع الخمسة جذر 2 بيساوي 25 في 2 بيساوي 50، ده مثلث قائم الزاوية. 11 و12 و16. مربع ال11 زائد مربع ال12 بيساوي 121 زائد 144 بيساوي 265. 265. مربع ال16 احسبها بالآلة الحاسبة وقول لي. مربع ال16 ب 256. ال 256 دي أصغر من ال 265، يبقى المثلث ده حاد الزوايا. وهكذا الموضوع سهل. أوجد قيمة إكس في كل الأشكال الآتية. حلو أوي السؤال ده ومهم ولازم نركز معاه شويتين. في الشكل الأولاني هنا أهو القاعدة دي كلها ب11 وده ب5 وده ب3 وده إكس. ما أنا معرفش أجيب إكس غير لو عرفت طول الجزء ده، فأنا هجيب الجزء الأول من المثلث الأولاني نسميها أي اسم وليكن A B C وهنا D. فهقول له في المثلث A B D. البي دي ده ضلع من الأضلاع القائمة. بي دي بيساوي الجذر التربيعي ل25 مربع الخمسة ناقص التسعة اللي هو ب16 جذرها 4، يبقى الجزء ده ب4. الجزء ده كله ب11، يبقى الجزء ده ب11 ناقص 4 اللي هو ب7. هقول له في المثلث ADC أنا عاوز الإكس. الإكس بتساوي الجذر التربيعي لمربع ده زائد مربع ده. مربع ده ب9 زائد مربع ده ب49 يبقى بتساوي الجذر التربيعي ل58 والسؤال خلص. في الشكل الأول إكس بجذر 58. نفس الفكرة هنا. أنا الأول هاخد المثلث مين؟ أنا عندي ده 10 وده 6. هربع ال10 100 ناقص 36 ب64 جذرها 8 يبقى الجزء ده ب8 يبقى الجزء ده ب4. الإكس بتساوي 6 تربيع زائد 4 تربيع ونجيب جذرهم. 36 زائد 16 ب52 يبقى ده جذر 52 يا مستر.
طيب اوجد مساحه كل شكل، والسؤال ده برضو حلو، وكل الاسئله دي هي الخلاصه بتاعت اسئله المعاصر. اهم اسئله في كتاب المعاصر هي اللي احنا جايبينها هنا اهو، فيا ريت تركز وتفهم كل الاسئله دي مهمه. هنا اهو عايز المساحه في كل مره، ده سهل بس لازم اجيب الضلع ده. طيب هنا اهو هو الضلع اللي انا عايزه احد رعاع القائمه، يبقى نربع ونطرح. مربع ال 13 169 ناقص 25 144 144 يبقى ده طوله ب 12. نص ال 12 يبقى مساحه الشكل الاول نص في 12 في 5 اللي هو بتساوي 6 ب 35 سنتيمتر مربع. طب مساحه الشكل الثاني، في كذا طريقه احسب بيها مساحه الشكل الثاني. اول طريقه يا اما نص طول القاعدتين عشان ده شبه منحرف، نص مجموع طول القاعدتين دول في الارتفاع. انا عندي القاعدتين يبقى لازم اجيب الارتفاع، ده اول طريقه. وعشان اجيب الارتفاع برضو لازم ارسم الضلع ده هنا اهو كده اهو. الطريقه الثانيه ان ارسم ده وبعدين هجيب مساحه ده لوحده ومساحه ده لوحده، مستطيل ومثلث، ونجيب مساحه كل ضلع لوحده. انا اهم حاجه عندي دلوقتي عاوز اجيب طول ده اللي هو نفسه طول ده عشان اعرف اجيب مساحه اي واحد فيهم، او اجيب مساحه شبه منحرف على طول. طيب اجيب ده ازاي؟ ده ب10 وده مستطيل، يبقى الجزء ده ب10، يبقى الجزء ده ب6 سم. 10 تربيع ب 100 ناقص 36 64 يبقى ده طوله ب8، يبقى ده طوله ب8. شبه منحرف مساحته بتساوي مجموع القاعدتين اللي هم 16 زائد 10 واقسمهم على الاثنين واضربهم في الارتفاع اللي هو ب8. 16 و10 26 على الاثنين يبقى 13 في 8 ب80 يبقى 104. 80 اللي هي ايه يا مستر؟ 8 في 10 ب80 و8 في 3 ب24 يبقى 104 سنتيمتر مربع، والمسألة خلصت. في كل مما يأتي اذكر نوع المثلث بالنسبة لزواياه. هنربع الاثنين الصغيرين وهنجمع وهنجيب نقارن الضلع الكبير بالضلع الصغير ونشوف. السؤال اللي بعده، أوجد قيمة x في كل مما يأتي. أوجد قيمة x في كل مما يأتي. بص معايا وركز وشوية شوية. اهدى كده ومشروبك اللطيف عشان ما يتلخبطش وتتوه مني. هنا اهو بيقول لي ايه؟ أنا عاوز قيمة x، وx هي من دي لغاية c. أنا ما أعرفش من المثلث ده أعرف طول دي سي. ليه؟ عشان المثلث ده مش قائم. المثلث ده مش قائم. طيب نعمل ايه يا مستر؟ يبقى انا هستخدم المثلثات القائمه فقط. انا هستخدم المثلثات القائمه فقط. طب انا عندي كم مثلث قائم هنا؟ عندي 2. المثلث الكبير الاول اللي هو المثلث في المثلث A B C. ماشي. ايه اللي عندي وايه المطلوب مني في A B C؟ انا عندي A B ب20 وعندي A C اللي هو الوتر ب52. عايز اجيب بي سي. بي سي ده احد رعاع القائمه، فهقول له بي سي بيساوي الجذر التربيعي بدل ما نربع وبعدين نجيب الجذر بالمره. بي سي بيساوي الجذر التربيعي ل 52 تربيع ناقص، عشان ده هو الوتر، 20 تربيع. 52 تربيع ناقص 20 تربيع بالكالكوليتر بتاعتك هتطلع 48. هتطلع 48 سنتي. مين هي ال 48 يا مستر؟ ده بي سي كلها ال 48. طب ما انا مش عايز بي سي كلها يا مستر، انا عايز دي سي بس. ما انا هجيب له بي دي دلوقتي، فهقول له في المثلث الصغير القائم برضو اللي هو A B D، في المثلث A B D انا عايز اجيب مين؟ بي دي، ده احد رعاع القائمه، فهقول له بي دي لوحدها بتساوي الجذر التربيعي ال 25 تربيع، 25 تربيع ناقص 20 تربيع اللي هي هتطلع بآلة حسب برضو 625 225 جذرها 15. 625 ناقص 400 225 ماشي، يبقى 15 مظبوط. طيب دي الجزء ده بس ب 15 والجزء ده كله ب 48، يبقى الدي سي لوحدها بتساوي 48 ناقص 15 اللي هي بتساوي 33 سنتيمتر يا مستر. طيب السؤال اللي بعد كده، السؤال اهو وبيقول لي عاوز قيمة اكس. اكس هنا انا عندي في المثلث ده
مفيش غير ضلع واحد اللي موجود، فلازم اجيب التاني عشان اعرف اجيب الاكس. يبقى هنستخدم المثلث ده الاول، وهقول له في المثلث ABD اللي انا عايز اجيبه هو الوتر، يبقى هنربعه ونجمع. هنقول له BD بيساوي الجذر التربيعي ل6 تربيع زائد 13 تربيع اللي هو بيساوي 36 زائد 169 5 ونطلع بالواحد 4 و6 10 يبقى 205. يبقى البي دي جذر 205. تمام، ده البي دي. انا مش عاوز ده، انا عاوز الاكس. الاكس ده وتر، يبقى هنربعه ونجمع. هقول له الاكس بيساوي الجذر التربيع لمربع الجذر 205 هو 205 زائد مربع ال 15 ب 225 يبقى بيساوي 400 جذر 430. ولو في غلط في الاعداد راجع وراجع الحاسبه، الموضوع حساب بس مش اكتر. طيب المساله اللي بعدها في الشكل المقابل، والشكل ده انت خفت منه ليه؟ مفيش حاجه تخوف، هو عاوز قيمه الاكس. كل الفكره هنا عندي كذا مثلث، انا عشان اجيب قيمه الاكس لازم اعرف الضلع ده ولازم اعرف الضلع ده. طيب الضلع ده الاول هعرفه من المثلث الصغير ده، فهقول له في المثلث مين؟ ACE اللي انا عايزه ده وتر ولا احد على القائمه، الزاويه القائمه اهي، يبقى ده وتر، يبقى هنربعه ونجمع. هقول له ال AC بيساوي الجذر التربيعي ل9 زائد 16 بيساوي 5 يبقى AC ده ب5. تمام، لسه عايز اعرف BC. هنقول له في المثلث وهستخدم المثلث القائم ده اللي هو اسمه ايه؟ BCD. انا عايز اعرف ده احد على القائمه، يبقى هنربعه ونطرح. يبقى هنقول له CB تربيع او CB بس بيساوي الجذر التربيعي ل 20 تربيع ناقص 16 تربيع اللي هو بتساوي 144 واحسب جذرها 12 بتساوي 12 سم، يبقى ده ب 12. ده 5 وده 12. عاوزين قيمة الاكس. الاكس دي موجودة في انهي مثلث؟ في المثلث اللي اسمه ABC. هنقول له في المثلث ABC ماله؟ الاكس دي وتر ولا احد على القائمة؟ وتر، يبقى هنربعه ونجمع. الاكس بتساوي الجذر التربيع ال5 تربيع زائد 12 تربيع اللي هي بتساوي 13 سنتيمتر، والسؤال خلص. طيب السؤال اللي بعد كده عاوز قيمة الاكس. الاول قال لي ده مربع مساحته ب25 يبقى الضلع ده ب5 عشان ده مربع هو عامل الاضلاع متساوية. ده الضلع ده يبقى ده مربع برضه مساحته ب289 يبقى الضلع ده كله ب14. الجزء ده ب5 يبقى الضلع ده ب9 وده ب5. ما نتصورش نقول له الاكس تربيع الاكس بيساوي على طول الجذر التربيع ل9 تربيع زائد 5 تربيع اللي هو 81 زائد 25 يبقى بيساوي جذر 106 اللي هي الاكس. والمسألة خلصت. والسؤال اللي بعده شبهه نفس الحكاية. أتمنى تكونوا حلتوه، والموضوع كده لسه فيه مسائل تانية نحل الكام مسألة دول. السؤال ده مهم قوي ونركز مع بعض. الأول أنا عايز أعرف أو أثبت المثلث BEC المثلث المتلون ده هو قائم الزاوية. عشان أثبت هو قائم الزاوية ولا لأ لازم أعرف أضلاعه الثلاثة. طيب أنا عندي الضلع ده ب25 أنا عارفه والضلع ب20 لازم أعرف الضلع الثالث. ما اقدرش اعرف الضلع الثالث غير لو عرفنا الضلعين دول. طب ده عندي بس الجزء ده ما عنديش وما اعرفش اجيبه، فانا عندي الضلع ده ب25 يبقى الضلع ده كله ب25. لو انا عرفت اجيب الجزء ده هعرف الجزء ده. طب نجيب الجزء ده. الجزء ده اللي هو اول حاجه هقول له في المثلث ABE. في المثلث ABE ايه اللي موجود؟ اللي انا عايز اجيبه ده احد على القائمه، يبقى نربعه ونطرح. يبقى نقول له AE
بيساوي الجذر التربيع ل20 تربيع ناقص 12 تربيع، هتطلع ب 16 بآلة حاسبة. يبقى الجزء ده ب 16، ده كله ب 25، يبقى الجزء ده ب9. هنقول له إذا إي دي بيساوي 9 سنتيمتر. طب أنا عندي ده وعندي ده، أعرف أجيب الضلع ده الوتر، يبقى هنربع ونجمع. هنقول له في المثلث سي دي إي أنا عايز الكبير، يبقى هنجمع اللي هو الإي سي. الإي سي بيساوي إيه؟ 12 تربيع زائد 9 تربيع اللي هو ب 144 زائد 81 225 جذرها يبقى بيساوي 15. يبقى الضلع ده ب 15. حلو قوي. ال 15 تربيع ب 225 وال 20 تربيع ب 400، مجموعهم 625. مجموع الاثنين الصغيرين 625، ومربع ال 25 625 ده بيساوي ده، يبقى المثلث ده قائم وهو المطلوب اولا. ثم اوجد مساحته نص حاصل ضرب ضلعي القائمه. ضلعي القائمه 15 في 20 عشان الزاويه هي القائمه، عشان ده هو الكبير، يبقى نص 20 10 في 15 مساحته ب 150 سنتيمتر مربع. السؤال خلص. انت فكر في الباقيين، ولو في اي حاجه واقفه معاك كلمني او ابعت لي في التعليقات، وانا تحت امركم في اي وقت. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.